بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تنزه عن الحدود والجهات وتعالى عن الأشباه وتعالى عن النظائر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة وأرشد الأمة إلى طريق السلام في الاعتقاد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكم من كلمة ترفع اليوم شعارا للسلف وهي في حقيقتها بعيدة جدا عن طريق السلف بعد المشرقين، وكم من عبارة تقال دفاعا عن التنزيه، فإذا بتلك العبارات تجر إلى ما هو أقرب إلى التجسيم أو التشبيه، يكون أقرب إلى التجسيم منه إلى التعظيم. يا جماعة، كان العلماء قديما يقولون: ما قال بالحلول إلا جهول. كلمة واضحة، كلمة صريحة لا تحتمل التفلسف ولا المراوغة. لكن العجيب أن من يظن نفسه أبعد الناس عن الحلول قد يقع في نفس الحلول من حيث لا يشعر، بل يقرره بعبارات لو تأملها المنصف العدول لوقف منها موقف المتعجب. الذين يدعون أنهم أبعد الناس عن الحلول. نحن يا جماعة الخير ومعشر المسلمين لا نزاع بيننا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في السماء. هذا نص صريح جاء به القرآن، جاءت به السنة. موضع النزاع ليس في ثبوت النص، بل كل من أنكر هذا النص كافر بالإجماع. النزاع في فهم هذا النص، هل يحمل على ظاهره الحسي الذي يقتضي المكان والجهة والتحيز، أم يفهم على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير إثبات مكان ولا حد ولا تحيز؟ طيب، السلف قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. لم يقولوا احملوها على ظاهر حسيا ثم إذا وقع التناقض فقولوا بلا كيف. السلف لم يقل أبدا هذا، نحمل تلك النصوص على ظاهرها، فإذا وقع التناقض نقول بلا كيف. ولم يقولوا قيسوا الخالق على المخلوق ثم احتموا بعبارة لا يمكن التكييف. لا نكيف وبلا كيف ولا يمكن تكييفه، أو كل من سأل عن التكيف فهو كذا وكذا. المشكلة يا جماعة تبدأ حين نصرح بإثبات الجهة لله تعالى على المعنى الحسي والعياذ بالله، ويجعل ذلك من لوازم الإيمان بالنصوص. ثم إذا قيل إن إثبات الجهة يقتضي المكان والتحيز، قيل لا، بل هو في جهة العلو، ومع ذلك هو في كل جهة. الله موجود في جهة العلو، ومع ذلك هو في كل جهة من حيث الوجه، فوق كل شيء، ومع ذلك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. طيب، إذا سئل نفس هذا القائل كيف يمكن اجتماع كل هذا، فهنا يقال له لا تكيف أو بلا تكييف. أيها المنصف، إما أن نقول الله في جهة مخصوصة على معنى المكان
أو التحيز أو الجهة، فهذا إثبات حد ومقدار. وإما أن نقول هو في كل جهة بذاته، فهذا عين ما نسب إلى أهل الحلول، يعني إثبات أنه موجود في كل جهة. طيب، كيف يجمع بين القولين في عبارة واحدة ثم يقال عن تلك العبارة أنها هي الوسط؟ الوسط يا جماعة ليس جمع المتناقضين، ولا تعليق الإشكال بعبارة بلا كيف أو سلم كي تسلم. الوسط أن نحتكم إلى أئمة الهدى أو ما قاله أئمة الإسلام، إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي اللوازم الحسية التي تقتضي التشبيه. فحين يقال أن الله فوق، فنعم فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تقربه من السماء ولا تبعده عن الأرض، كما قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه. فوقية لا تدني ولا تقصي. طيب، لماذا هكذا؟ لأنها ليست فوقية مكان، بل فوقية قهر وعلو وعظمة، فوقية علو شأن. أما أن يقاس الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على الشمس، فيقال كما أن الشمس في السماء وتستقبل من كل جهة، فكذلك الله سبحانه وتعالى. فهذا قياس خالق على مخلوق. ثم يستغرب بعد ذلك أن يقال هذا تشبيه. يا جماعة، التنزيه الحق ليس في نفي النصوص، ولا في تحريف تلك النصوص، ولا في إنكار ما جاء بها الوحي، بل في فهمها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تجسيم ولا حلول، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. هذا هو التنزيه المطلوب. الله كان جل في علاه، كان قبل المكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يحويه عرش ولا تحده جهة ولا يحيط به مكان، وهو مع ذلك قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويعلم سرهم ويعلم نجواهم بلا اختلاط ولا أي حلول. هذا هو المعنى الحق، وهذا هو المراد من النصوص التي توهم التشبيه. فلا تغضب أيها الأخ إذا سمعت كلمة حلول أو تجسيم، فالغضب لا يغير الحقائق. الميزان هو الاتساق، الميزان هو سلامة المعنى، وهو الفرار من التناقض. فإذا أثبتت الجهة على معنى الحس، هنا فتحت بابا لن يغلق أبدا بعبارة بلا كيف أو لا نكيفه. فأفيقوا يا جماعة إلى منهج السلف حقا لا شعارا، هذا هو منهج السلف. أفيقوا إلى التنزيه الذي يرفع الله سبحانه وتعالى عن الحدود، جلال الله سبحانه وتعالى عن الحدود وصفاته عن الحدود، لا الذي يوقع في تناقضات عقلية صريحة. فالله أعظم يا جماعة من أن يحاط به مكان، وأجل من أن يتصور في ذهن بحد أو جهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا سليما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،
ويجنبنا مزالق الإفراط والتفريط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.